هل النباتات بتحس بالألم؟ عمرك سألت نفسك أنا لو قطفت وردة هل هي هتتوجع؟ اللي هقولك عليه دلوقتي ممكن يغير طريقتك في التعامل مع أي زرع هتقابلها بعد كده. النباتات ما عندهاش مخ ولا أعصاب، بس ده مش معناه إنها ما بتحسش. في دراسة اتعملت في جامعة ميسوري لقوا إن النباتات بتسمع صوت الحشرات وهي بتاكلها، وساعتها بتبدأ تفرز مواد دفاعية تحاول تحمي بيها نفسها. والأغرب من كده كمان إن لما شغلوا لهم صوت الحشرات بس من غير ما يكون في تهديد حقيقي، أفرزوا نفس المواد. وفي تجربة تانية لما لمسوا نبات الميموزا اللي بيتقفل لما تلمسه، اكتشفوا إنه بيفتكر اللمسة دي وبيقدر يميزها ويتعلم إنه ما يخافش منها لو ما كانتش مؤذية. يعني النبات مش بس بيتفاعل، ده كمان عنده ذاكرة. وعندك كمان دراسة مثيرة اتعملت أثبتت إن لما الطماطم اتعرضت للجفاف أو التقطيع بدأت تطلع أصوات ما نقدرش نسمعها بودانا، والصوت ده بيختلف حسب نوع الألم. يعني لو النبات عطشان بيطلع صوت، ولو حد قطعه بيطلع صوت تاني. هل ده معناه إن النبات بيحس بالألم؟ مش بطريقتنا، بس العلماء بقوا متفقين على حاجة، إن النباتات أذكى وأوعى بكتير مما كنا متخيلين. بس دلوقتي السؤال اللي ممكن يجي في بالك، لو الحيوانات بتتألم والنباتات بتتألم، كده النباتيين ممكن ياكلوا إيه؟